السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم في مطبخ امي ميا راح نديروا مع بعض كفته السردين. نبداو بسم الله على المقادير. عندنا لهنا حبه بصله، عندنا حبه طماطم، عندنا لهنا شويه دبشه ومعدنوس مقطعين رقيق. لهنا هذو التوابل بخصوص يعني يسمى المرقه تاع الكفته. عندنا الملح، فلفل الكحل، كمون، عندنا فلفل احمر الحار، انا نحب يعني يسمى ندير فيه الفلفل الاحمر الحار، واللي ما تحبش دير الحلو. عندنا شويه ثوم، عندنا لهنا السردين اللي كنت نقيته غسلته نحيت له الاشواك كامل، ها هو. عندنا التوابل تاع الحوت يعني يسمى السردين، عندنا ملح وفلفل الكحل وكمون وشويه ثوم. نبداو على بركه الله نوجدوا المرقه. لهنا حطينا البوبيطه تاعنا فوق الغاز، نديروا شويه زيت، راح نحطوا البصله تاعنا تتقلى في هذاك الزيت. نحركوها. بعد ما تقلت البصله تاعنا راح نضيفوا طماطم والتوابل اللي ذكرناها مع الثوم. نزيدوا شويه دبشه ومعدنوس، نزيدوا مغرفه تاع الطماطم الملحيه، هنا الطماطم انا نسيت ما ذكرتهاش في المقادير. خليو الكل يتقلى مع بعض. بعد ما خلينا المرقه تاعنا تتقلى رايحين نرحيو السردين تاعنا. بعد ما رحينا السردين تاعنا هاو كيف تحصلنا عليه، راح نضيفوا له التوابل مع شويه ثوم، نزيدوا الدبشه والمعدنوس، نخلطوا هذه المقادير مع بعض. راح نضيفوا له حوالي 2 مغارف تاع الخبز اليابس المحمص ومرحي هكذا، نخلطوها مليح. بعد ما تقليت المرقه تاعنا هكذا البصله والطماطم رايحين نمرقوها، نديروا لها حوالي 2 كيسان ماء. لهنا الكفته تاعنا يعني ما تحتاجش المرقه بزاف، خليوها تغلي. رايحه نلوح دوكا، راح نلوح السردين تاعي بعد ما كربعتها، درتها كوريات صغار. بعد ما لحت السردين تاعي رايحه نخليها طيب حتى تشرب لاصوص تاعها. هاو الطاجين تاعنا تاع الكفته بعد موجد، لهنا تجي بنين. شهية طيبة، والى اللقاء حبيباتي.